فين اللي لسه بترمي ورق الخس؟ هنعمل منه احلى محشي واحلى طريقة باذن الله هتعجبكم. بتمنى تنول رضاكم. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل شويه محشي حلوين، حلاوه ما حصلتش. هنشوف كده مع بعض هنعمل ايه. معانا ورق الخس اهو مغسول. ورق الخس جميل جدا في المحشي وخفيف وطعمه حلو جدا اهو. هناخده، اقولك بقى ما تحطوش في ميه سخنه ولا حاجه علشان ما يسودش معاكي ويبقى وحش. هناخده كده ونفرشه على في ملايه كده في الشمس. هنفرده كده في ملايه في الشمس وهنحطه في الشمس شويه لغايه ما يدبل خالص ويبقى طري. الخطوه دي حلوه جدا وهتعجبك وهتخلي المحشي لونه حلو وطعمه جميل. لما بتحط في الماء السخنه بيبقى طعمه وحش خالص ومش حلو وشكله وحش. هنجيب كده نيجي نعمل الصلصه مع بعض. هنجيب حله على النار نحط فيها شويه زيت ونسخنهم. مش هنعمل بصل ولا اي حاجه عشان يكون خفيف وحلو معانا. وننزل كده بالطماطم. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد احنا بنعمله. الطماطم غليت معانا اهي وبدات تتسبك. هنسيبها لما تتقل خالص ونشوف هنعمل ايه في باقي الحاجات التانية، بقت الخلطه بتاعتنا الجميله. هنجيب كده كميه حلوه من البصل، وهنجيب معانا كده كام فص توم. في ناس ما تحطش في المحشي توم، بيبقى حلو جدا بالتوم. هنجيب بقى الملح والبهارات اللي احنا عاملينها مع بعض وهنفرمهم كلهم مع بعض في الكب. البصل الني ده بيبقى طعمه حلو جدا في المحشي. انا ما بحبش احطه في الصلصه وهي بتتسبك، ولا بحب احط الرز معاه. وهنجيب كده الخضره بتاعتنا شبت وكزبره وبقدونس وهنفرمهم برضو هم متلجين كده، تخليها ناعمه جدا بتبقى جميله. وهنقلب بقى كده البصل مع الشبت مع البهارات. كتر البصل والشبت والحاجات دي بتخلي طعم المحشي جميل جدا. هنحط كده معلقه زيت عشان تبقى الرزان فلفله وحلوه كده، متحتاجش عليها زيت من بره، يبقى طعمها جميل. وهنروح نشوف مع بعض كده ورق الخس بقى عامل ازاي اهو. دبل خالص معانا اهو، بقى طري خالص اهو من غير ما سلقناه ولا عملنا فيه اي حاجه. وادي الصلصه تقلت خالص اهي وبقت زي الفل. هنجيب بقى الرز كده المغسول ومتصفي. هنجمع بقى الحاجات مع بعضها. ادي البصل والشبت والبهارات اللي احنا حطينا عليه، هنقلبهم مع بعض مع الرز وهو لسه معلهوش الصلصه، عشان كل الرز يبقى واخد من طعم الحاجات الحلوه دي. كل ما تكتري خضره وبصل وحاجات من دي بتبقى طعم المحشي جميل جدا. وهقولك ازاي يخلي طعم المحشي حلو معاكي وريحته تجيب اخر الدنيا في حاجات كده هقولك عليها، بس تابع معايا لاخر الفيديو. وادي الصلصه الجميله اهي. هنقلبها بقى مع الحاجات دي مع الرز والشبت والبصل. في ناس بتحط فيه لحمه مفرومه، انت وامكانياتك حطي براحتك. اهي الخلطه جميله اهي، تتاكل حاجه من غير حاجه، تتاكل ني. ريحتها بتبقى حلوه جدا وانت بتقلبيها كده والصلصه سخنه عليها وريحه البهارات والبصل والشبت بيبقى ريحتها جميله قوي قوي. نجيب بقى الحله كده ونعمل فيها شرايح الجزر وشرايح بصل تحت، بيبقى طعمهم جميل واخدين من طعم المحشي. ونحط رشه زيت صغيره في ارضيه الحله. شايفه الورق بعد ما جبناه من الشمس اهو، طري جدا وحلو جدا في اللف وما بتقطعش ولا بتهري معاكي. صباع المحشي بقى ماسك نفسه وطعمه حلو ومش بيقحط ولا اي حاجه. هنعمل بقى كده معاها فراخ
او لحمة براحتك اللي انت عايزاه. هنجيب كده قطع الفراخ مغسولة ومتنضفة، مغسولة بجنزبيل ودقيق وملح وليمون، او تغسلها بطحينة برضو بتبقى حلوة جدا برضو. وهنشوحها تشويحة حلوة جدا علشان ما يبقاش ريحة المحشي زفر ولا الفراخ زفر، لان احنا هنحط الفراخ مع المحشي هنسويهم مع بعض. هنجيب كده طاسة على النار ونحط فيها شوية زيت. الفراخ بصراحة بتبقى طعمها فظيع مع المحشي وهي محطوطة تحت. هنحط رشة ملح كده في الطاسة في الزيت علشان تتحمر حلو وما تلزقش في الطاسة. الخطوة دي مهمة وحلوة جدا، عمر ما الفراخ تلزق معاك في الطاسة ابدا. اهي هننزل بالجهة اللي فيها الجلد، هنحط على الفراخ كده، خلي النار عالية عشان ما تنزلش ميتها. نحط عليها رشة ملح ورشة فلفل. خلي النار عالية في الوقت ده لما تاخد الصدمة علشان ما تنزلش مية وتتحمر معاك بسرعة وتاخد الصدمة بتاعتها. حط عليها البهارات بالشكل ده كده والملح وقلبيها على الاتجاه ده والاتجاه ده، وحمريها بقى من الجهتين بالشكل ده كده. شايفة جميلة ازاي وشكلها عامل ازاي؟ لازم تديها تحميرة حلوة كده علشان ايه تبقى طعمها حلو معاك وما تكونش زفرة في المحشي، ولا المحشي يكون لقط زفارة. جربي بس الطريقة دي ان شاء الله هتدعيلي، والطريقة حلوة جدا وهتعجبك. ادي الفراخ اهي بعد ما اتحمرت، شايفة شكلها تحفة ازاي. هرص بقى كده الفراخ على البصل اهي، لو نفس الطريقة تعملها برضو في اللحمة، تشوحيها حلو كده وتحمريها وتحطها برضو كده في قاع الحلة. تحط بقى البصلة او الجزر او الطماطم او الحاجة وحط فوقهم البهارات علشان يحملوا الفراخ او اللحمة ان هي ما تتلسعش من الحلة من تحت. ورص بقى المحشي فيها كده بالشكل ده اهو، شايفة الصباع ماسك نفسه ازاي واخضر وشكله حلو ومش منفوش قوي ولا حاجة وطري وحلو كله بالشكل ده كده. وهقولك بقى على التكة الحلوة اللي انا متعلماها من امي. حط الكمون حصى كده فوقيه اهو. المحشي ده بطريقة امي يا جماعة، وفصوص الثوم النية. ده سر المحشي بقى الحلو اللي انا متعلمته من امي، ربنا يديها الصحة يا رب ويشفيها. بيخلي المحشي طعمه جميل جدا وريحته تجيب اخر الدنيا. خلصت بقى بقية الرص واللف. كملي بقى بقية المقدار اللي معاكي، وهنيجي بقى نحط الشوربة عليه. عندنا كده شوربة بط وهنغطيه بطبق كده علشان ما يجي يقلب معاكي المحشي ما يفكش كله من بعض. هنزل كده بالشوربة، تظبطي برضو ملحها قبل ما تحطيها عشان يكون طعمه حلو. وبعد ما يغلي دقيه لو احتاج ملح برضو حطيله حسب ما انت بتحبيه بالشكل ده كده اهو. المية دوبك او الشوربة مغطية اول محشي، وسيبيه يستوي بقى على نار هادية ما ينشف. وبعد ما يغلي وينشف هدي عليه وسيبيه حوالي ساعة، هتلاقيه طالع معاك بالجمال والحلاوة دي، والفراخ دايبة وطعمها جميل جدا وطعمها حكاية. كل الكلام بقى اللي يتقال قليل عليها. ما تبخليش عليا باللايك الحلو من ايديك والتعليق الحلو في الكومنتات. وبتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وخفيف وحلو على قلبكم، وتجربوا الطريقة بتاعتي في المحشي اهو. وبعمل المحشي كده الكرنب برضو بالطريقة دي بيبقى جميل جدا، والخس خفيف. وتعملي برضو السلق بنفس الطريقة، السلق حلو جدا جدا في المحشي.
والناس برضو بتعمل ورق الليف يبقى حلو. كلها نعم ربنا علينا، كلها من خيرات الشتاء وجمالها. احلى محشي ان شاء الله من اعمال ايديكي، واتمنى الطريقه تعجبك. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، رعايه الله.